بطرس الأولى بيقول وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقل العديم الغش. ليش؟ لكي تنمو، ما هيك؟ لكي تنمو. أنا بعرف أطفال ما كان لو ولدوا وما بدهم يرضعوا وما كانوا ياكلوا، حطوا لهم تيوب حتى ياكل، وإلا ما بيكبر رح يموت. لكن المستشفى حطوا له تيوب حتى فيدنج تيوب حتى يقدر ياكل. نحن كمؤمنين لازم ننتبه، هذا بكفي، لازم يعطينا شيء نقدر ناكل. عم بقول اشتهوا، شو يعني اشتهوا؟ يعني خلي في شغله، في ديزاير، في رغبه للبن. بتشوفوا فكروا معي بطفل، يمكن اللي شاف اطفال صغار لما بيجوع شو بيعمل؟ يبكي، ما هيك؟ بيخلي كل الناس تعرف انه جوعان وبيضل يبكي حتى تعطيه أنينة، ما هيك؟ بس تعطيها ما بقى يفكر بشيء ثاني، خلص كمان شرب ضل يشرب منها حتى يشبع. نعم قدام الرب هيك يتأمل بكلمته، قال يا رب بدي انمو بس ما عارف كيف. مش شغلتك كيف، هو بينميك، بس اقعد قدامه، خليك قدامه في محضره، خليك جنبه. شوف، إن كنتم قد زغتم أن الرب صالح، يعني إن كنتم اختبرتوا الولادة الثانية، إن كنتم بديتوا بالحياة الروحية، اشتهوا اللبن العقل الذي تأتون إلى حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. شوف، يمكن الناس ترفضك، ما هيك عم بيقول عن الرب يسوع، عم بيقول عنه مرفوض من الناس، وأنت اخترت اللي رفضوه الناس، فما تتوقع إنه راح يرفضوك إليك. فأنت اختيارك، بدك تنمو مثل ما حكينا قبل، you have to let go حتى تقدر تكبر. إذا ولكن هذا الحجر اللي مرفوض من الناس مختار كريم، مختار من الله. حياة النمو الروحي، لما مشان هيك عم بقول حياة النمو مش اختياري، it must، لازم يكون فينا. ما في إنه أنا بختار. حياة النمو الروحي تحمينا من السقوط. إذا المؤمن ما بيكبر، ما بينمو، رح يوقع. شوف في بطرس بيقول فأنتم، مثل ما بنعرف، أنا أي لاف كلمة فأنتم غير شكل. كنا عم نحكي عن العالم بيعيش على كيفه، العالم بيعمل بده إياه. أنتم يا أولاد الرب، فأنتم أيها الأحباء إذ قد سبقتم فعرفتم، احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأرضياء فتسقطوا من ثباتكم. طيب شو بدي احترس؟ بيقول ولكن انمو. شوف، لما بتسعى للنمو بالحياة الروحية بيحل لك كثير مشاكل. وإلا إذا بدك تضل تمانتي ما رح تتغير، ورح تبلش تتجرب، رح تبلش إبليس يجربك بهاي. ولكن لما أنت بعقلك دائما قاعد قدام الرب، وقاعد عم تفهم صوت الرب، وقاعد عندك شركة مع الرب، شو راح يصير فيه؟ راح يصير فيه نمو. ما في وقت لإبليس يسكر الباب عليه، ما في وقت. فالحياة النمو حماية إلنا من الفكر اللي بيحاول إبليس يزرعه. ليش؟ لأنه فكرك مشغولين بكلمة الرب، مشغولين في قراءة الكلمة، مشغولين في خدمة الرب، مشغولين في طاعة الرب، فما في وقت للأمور الثانية. لكن بنضل أطفال يجي بيقول أوكي هيدي خطية، هيدي مش خطية، هيدي خطية، هيدي مش خطية، كفي. خلينا نكبر روحيا، خلينا نكون اللي بيحرك حياتنا، هل هذا يمجد الله أو هذا لا يمجد الله؟ completely different standard. المقياس يختلف تماما. حياة النمو تحافظ علينا من السقوط.